فايتك كتير لو ما جربتيش الطريقه ديت. تعالي النهارده هقول لك على طريقه للبطاطا هتنقلها معاكي في حته تانية، طعمها وهم وشكلها تحفه وهتعجب ولادك. لو عندك حد من ولادك ما بيحبش البطاطا جربي الطريقه دي وهتعجبه قوي. طريقه سهله وبسيطه من غير افتكاسات كتير. حطي لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفاد. نبدا ونسمي الله. البطاطا ماليه السوق وسعرها حلو قوي. هاتيلك 2 كيلو 3 كيلو اغسليهم حلو قوي ويلا بينا نشوف هنعمل في البطاطا ايه. انا هنا هبدا اقطع الاطراف بتاعه البطاطا واقسم البطاطايه بالنص. اي حجم في البطاطايه مش هتفرق معاكي في الوصفه بتاعتنا النهارده. خلص بقى كل الكميه بتاعتي. انا خلصت كل كميه البطاطا اللي معايا قطعتها. هجيب بقى شويه سكر وشويه ميه. هجيب بقى البطاطا بتاعتي انزلها في الميه وبعد كده انزلها في السكر. اخلص بقى كل الكميه اللي معايا. طعمها حلو قوي ان شاء الله تجربوها. بس نزليها كويس في الميه وبعد كده نزليها برضو في السكر. انا هنا هستخدم الاكياس الحراريه بتاعه الفرن، اي نوع بقى انت بتجيبيه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي بتدخل الفرن وهبدا احط الكيس الحراري بتاعي. هبدا بقى ارص كل كميه البطاطا اللي انا غلفتها بالسكر هحطها في الكيس الحراري. بس الافضل اللي انت الكيس يبقى قدامك وتحطي البطاطا في الميه وبعد كده تغلفيها في السكر وترصيها على طول في الكيس. وممكن تستغني عن خطوه الكيس دي لو ما عندكيش كيس الحراري وترصيها على طول في الصينيه وتغلفيها بورق زبده وبعد كده ورق الومنيوم واخر 5 دقايق تشيلي الورق الزبده وورق الالومنيوم وتشغلي عليها الشوايه. انا خلصت كل الكميه بتاعتي اللي رصيتها. هبدا بقى ان انا اقفل الكيس. هو الكيس كده بيبقى جاي معاه شريط كده بيتقفل بيه. انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. اظبط بس الكيس من كل الجوانب بتاعتي. هجيب بقى المقص بتاعي واعمل فتحات صغيره للكيس. ولا هحط ميه ولا هحط اي حاجه. هو الكيس هيخلي البطاطا بتاعتك تستوى وهتبقى دايبه وطعمها خطير. هدخل بقى الصينيه بتاعتي كده على درجه حراره 200 بتاخد من ساعه لساعه وربع. ما تصعبيش حاجه على نفسك. هاتيلك 2 3 كيلو بطاطا وجربي الطريقه دي هتنقل معاكي البطاطا في حته تانية. طعمها وهم وهتعجب ولادك قوي ان شاء الله. جربوها وتعجبكم. انا مشغله الفرن من تحت ما بشغلش الشوايه. الكيس الحراري بيخلي لك البطاطا تاخد معاكي اللون الجولد من غير ما تشغلي الشوايه. بصي كده خدت معايا ساعه وربع بالظبط. طالعه باللون الجولد اللي انت شايفاه ده وما شغلتش عليها الشوايه وطعمها خطير ودايبه. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات وربنا يحسن ما بين ايديكم.